بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حدوتة زملكاوية. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. جايين لكم بأخبار مهمة جدا. الفيديو ده أخبار مهمة لجمهور الزمالك، طبعا لجمهور الزمالك طبعا. تعليق لفت انتباهي على الفيديو الماضي لما قلت الناس تدعي لإبراهيم شيكا، وإن مجلس إدارة الزمالك الحالي اللاعب استنجد بيهم وكان موقفهم سلبي تجاه اللاعب. فحد محترم كاتب تعليق لكم ملخصه، يعني إنه المرض قضاء الله وقدره. هو كاتب كده، والمرض قضاء الله وقدره، وحسين لبيب هيعمل إيه يعني؟ هو المفروض يساعده ماليا وخلاص، وطالما عمل عملية يبقى ما يستاهلش مساعدة. ده حد محترم كاتب التعليق ده على الفيديو اللي انا عملته، الفيديو اللي فات. تمام. يعني من وجهة نظره اللاعب عمل عملية وخلاص يعني، والمرض قضاء الله وقدره، وحسين لبيب يعمل له ايه يعني؟ وطالما عمل عملية خلاص مش يحتاج مساعدة. اللي في ايده اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. اللي ايده في المية زي اللي مش ايده، اللي زي اللي في ايده في النار، مش زي اللي في ايده في النار. مرض الكانسر حبيب الغالي المحترم اللي علقت التعليق ده، مش عايز اقول لك ولا مليون عملية، ومرض غالي جدا ومكلف جدا. تقول لي حسين لبيب بيعمل ايه؟ لا، حسين لبيب لما اللاعب هو ابن من ابناء الزمالك، اللاعب ده لما يبعت له تقارير واشاعات على الواتس ما يعملوش بلوك. لا، اتفضل يا ابني وتعالى النادي، وعايزني اجيلك انا بيتك، اجيلك وفد من نادي الزمالك واجيلك، اعتبره عيد ميلاد من اللي بيعملوه، مش عايزين نتكلم. وكان يقف معاه ويساعد. دي لفتة إنسانية. كان ممكن ربنا يكرم الزمالك بسبب هذه اللقطة، بسبب هذه اللفتة والمساعدة لإبراهيم شيكا. فتقول لي يا حسين لبيب يعمل ايه؟ لا، هو عمل الواجب بصراحة وبزيادة، عمل له بلوك على الواتس. فيا تدعي له يا تدعي للاعب. انا بقول كده وببرز قصة ابراهيم شيكا. ادعوا له. احنا لا نملك الا الدعاء لله، ليه ولغيره، لجميع مرضانا. انا دايما بقول ربنا يشفيه ويشفي جميع مرضانا، مش بدعي له هو بس. فمش هطول اكتر من كده في الرد على الاخ اللي علق على الفيديو الماضي وقال لك هو حسين لبيب هيعمل له ايه. يا عم احنا عارفين المرض قضاء الله وقدر، والله كل شيء ده مقدر ومكتوب. ما الناس بتموت وهي ماشيه، الناس بتموت وهي قاعده. لكن لما اللاعب يستنجد بالمجلس الاداره، مش عايز احكي تاني، ويعمل له بلوك، لا مش حلو، مش حلو خالص. الله يصلي على النبي. ادم بيقول لكم اعملوا ايه؟ لا يصلي على النبي والزمان. ماشي. تعالى بقى نخش في موضوعاتنا الهامة جدا 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 جدا. كمان قدامنا النهاردة الجمعة، صلي على حبيبك محمد. النهاردة الجمعة، السبت 28، الحد 29، الاثنين 30، التلات 31، الاربع 1 يناير. يعني الاربعاء القادم زيزو يكون فري مجانا. يوم الاربع القادم زيزو هيكون فري مجانا لاي حد ياخده. زيزو ده من 4 ايام، سبت وحد واثنين وثلاث، 4 ايام وزيزو يكون فري. هقول لك تصريحات خاصة قريبة جدا من مصادر قريبة جدا من حسين لبيب ومن مجلس الزمالك.
بالنص في موضوع زيزو والتجديدات، وزي ما توقعت قلت لك عمر جابر، الونش، دونجا، عبد الله السعيد، هذا الرباعي مفيش اي مشكله في تجديد عقوده خالص خالص يعني. دول ما فيهمش اي مشكله، هيجددوا. تاني عبد الله السعيد، دونجا، لان اللعيبه اللي بقول لك اسمها دي برضه عقودها تنتهي ويكونوا فري في يناير. دونجا وعمر جابر، عبد الله السعيد، الونش، بالاضافه لحمزه المسلوس وسيف الجزيري. واحنا قلنا في الفيديو الماضي سيف الجزيري وقصته وبتاعه وفسخ عقده والقصص دي كلها قلنا، فمش هنكرر سيف الجزيري تاني. فاللعيبه دي عقودها تنتهي. انا قلت لك من تصريحات خاصه، قلت لك قبل كده ان الرباعي ده ما فيهوش اي مشكله، هيجدد. لكن الازمه كلها تتلخص في موضوع زيزو، لان زيزو الرقم، مش هقول الرقم طبعا، الرقم كبير، ووالد زيزو طبعا مصمم على حاجات، فمجلس الزمالك يعني عمال رايح جاي في القصه. ف قصه زيزو ستحسم خلال 48 ساعه القادمه، بعد ماتش الاتحاد السكندري، الجلسة الأخيرة والحاسمة في موضوع أحمد سيد زيزو. في موضوع مين؟ أحمد سيد زيزو. الجلسة الأخيرة أو الضربة الأخيرة، يا زيزو يستمر ويجدد ويتم إعلان تجديده، يا إما يلبس تيشيرت الأهلي بقى، يلبس تيشيرت اتحاد جدة، يلبس تيشيرت أهلي جدة، يلبس تيشيرت أي نادي، خلاص. ودي الصدمة اللي هتكون الكبرى على دماغ مجلس إدارة الزمالك دي. ليه؟ ما ينفعش لاعب زي ده يمشي من عندي مجانا من غير ما استفيد بيه. طب الأمور ماشية في إيه؟ علشان قلت لك جايب مصادر ومعلومات من على لسان مصادر من قريبة من حسين لبيب شخصيا. الرسالة كانت كالآتي: اطمنوا يا جمهور الزمالك، كل اللي بيتمناه جمهور الزمالك في الأيام والساعات القادمة هيحصل من صفقات وتجديدات. بنقل لك الرسالة والله نصا. كل اللي بيتمناه جمهور الزمالك هيحصل من صفقات ومن تجديدات. دي رسالة قولها على لسان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. النهاردة حتى كتبت التاريخ وسجلته علشان هنحتاج القصة او الرسالة دي بعد، هنشوف هتتحقق ولا هي مجرد تطمينات فقط. فقال كالآتي: كل اللي بيتمناه جمهور الزمالك هيحصل من تجديدات وصفقات. وقال بلغ مشاهديك اطمنوا، طمئن جمهور الزمالك. مجلس شغال في ملف التجديدات وملف الصفقات وطلبات جروس. قال لك لو طلب لبن العصفور هنوفره له. الرسالة حبيت اقولها لكم خاص وحصريا من لسان مصادر قريبة جدا من الكابتن حسين لبيب، ودي على لسان الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. فأنا سجلتها عندي في الأجندة، كتبت التاريخ ووقت المكالمة كمان سجلتها عشان أنا محتاجها تاني. صدقت الرواية والمكالمة والمعلومات، والزمالك عمل صفقات وجدد للعيبة والدنيا بقت تمام، يبقى كده حسين لبيب وفى بالوعد. طلع الموضوع سمك لبن تمر هندي، يبقى ساعتها نقول ان احنا
اتكلمنا في قصة كذا 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 يوم كذا التاريخ كذا، حتى مسجل الساعة 5 ومش عارف وكام دقيقة بالظبط. هنشوف. طيب الزمالك اللي عنده ماتش امام الاتحاد السكندري بعد بكرة، ماتش مهم، مش مهم بس ده 100 مهم، وده اخر ماتش في عام 2024، اخر ماتش للزمالك هيلعبه في 2024 ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للزمالك في هذا اللقاء، والزمالك يفوز في هذا اللقاء باذن الله، لانه ماتش لا يقبل القسم على 2، وما ينفعش تنقيط تاني. شبعنا تنقيط، كفايه تنقيط 7 نقط في الدوري لحد دلوقتي، كفايه. احمد عبد الباسط حبيب ابراهيم فايق اللي هو صبي شوبير طالع في فيديو بيقول ما دار بين غرفة الفار عبد العزيز السيد اللي كان على الفار ومش عارف فرحان ومحمود البنا، والفضيحة اللي حصلت امبارح، وبيحكي وبيقول ان الفار شافها مش ضربة جزاء وبلغ محمود البنا، وحتى محمود البنا الملاكي للاهلي قال خلاص وما راحش للفار ولا بص في الكرة بتاعت الشناوي وفخر الدين بن يوسف. قال لك ده حضن قانوني، حضن مطارات على رأي عادل امام رضا عبد العال. قال لك الحضن ده حضن مطارات، حضن مطارات اللي راجع من السفر بحضن مطارات كده. حاجة تكسف، والله حاجة تكسف، والله حاجة تكسف. والله حسين لبيب كان المفروض على رأي الدكتور مدحت العدل النهارده طلع بتويت عجبتني قوي. قال لك لو في مجلس إدارة، قال لك لو في مجلس إدارة عندنا في الزمالك كان انسحب وصمم على قراره من المسرحية الهزلية دي. قال لك لو في مجلس إدارة، لو بقى يا دكتور مدحت، لو هم حبايبك يا دكتور مدحت دول برضه مش حبايبك، وانت بتروح النادي على طول المعلومات عندنا وبتقعد وبتخلص، ومن الناس اللي بتشارك في التجديد بتاع زيزو والكلام ده دكتور مدحت العادل الزملكاوي المحترم. فادي قال لك لو في مجلس اداره للزمالك انسحب يا باشا من الدوري ومشيلها، ما تلعبش الدوري، ما تلعبش الدوري وسيب الاهلي يلعب، ساعتها هم اللي هيجوا لك يا باشا. الموضوع اتهرش من البدايه، قلت لك. هو هنا ابو ريده راح زار مين؟ زار محمود الخطيب وزار حسن حمدي في النادي الاهلي، كانت الزياره الوحيده والرسميه لهنا ابو ريده. زار نادي الزمالك؟ ما زارش. عبر نادي الزمالك؟ ما عبرش. هم بيعبروا وبيخدموا كلهم على نادي واحد بس هو الاهلي بس. طيب صفقات نادي الزمالك، اتكلمنا في الفيديو الماضي عن صفقة من العيار الثقيل، هو اللاعب الانجليزي الجناح الايسر لنادي هيدرسفيلد الانجليزي صاحب 26 سنة، والكلام ما زال مفاوضات، وكلاء شغالين مع مسؤول الزمالك، يعني المفاوضات ايه ممكن تكون في الساعات اللي جايه مفاوضات رسميه. نتمنى هذا الجناح. صفقه المدافع صلي على حبيبك محمد وركز بقى في اللي جاي. صفقه المدافع، انت عايز مدافع؟ ايوه طبعا عايز مدافع، انا عايز مدافع وعايز مدافع وعايز مدافع. محمد اسماعيل مدافع نادي زد، خلاص الصفقة دي هتكون أولى صفقات الزمالك في يناير، هي محمد إسماعيل لاعب زد، والصفقة دي هتكون تبادلية. مصطفى الزناري ولاعب آخر ممكن يروح نادي زد مقابل محمد إسماعيل ومبلغ مالي كمان. أنا مع الصفقة دي. محمد إسماعيل خامة كويسة جدا، مدافع كويس جدا، هيفيد الزمالك جدا. فدي صفقة المدافع. طارق حامد زي ما اتكلمنا وقلنا، الزمالك بقى عايز يضرب ضربة للأهلي في صفقة منتظرة للأهلي أجنبية
تاني أجنبية في وسط الملعب، أجنبية. الأهلي خد على قفاه النهاردة في جوائز سكر جلوب دي، ده في الإمارات. العين الإماراتي خد أحسن أفضل نادي، كان الأهلي. طب ازاي يا جماعة مش الأهلي واخد ترعة مش عارف ايه والمحيط ايه وبطل ايه والمحيطات والترع؟ فهدوله على قفاه. المهم، في صورة برضو للفيفا منتشرة جايبة اللعيبة بتاعت الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، فجايبين صورة للممثل حسن الرداد، بيحسبوه هو لابس تيشيرت الأهلي، بيحسبوه لاعب في الأهلي. هو ما عادش فيه حاجة تكسف يعني، حاجة تكسف. فطارق حامد زي ما قلنا لكم، بن شرقي هيكون فري في يناير. انا قلت لك هيفسخ عقده، وان شاء الله باذن الله بن شرقي يجي، لان جروس مصمم عليه جدا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.